يا هند تعالي بسرعة، مس إيمان النهاردة هتدي المعلومة التانية في كورس النحو. يا نهار أبيض، ده أنا مش رايحة النهاردة الدرس. طب وهعرف المعلومات دي ازاي؟ ولا يهمك، مش مهم. خليكي زي ما انتي، وأنا كده كده هقولك المعلومة دي. يلا تعالي نقولها لك. أول نبي قوليلي بسرعة، قوليلي المعلومات اللي مس إيمان بتقولها دي معلومات حلوة جدا، دي ثابتة معاك نحوية طول حياتك، ده نحو تأسيس من الآخر. حاضر يا ستي، هقول تبهدي بس ايه ماشي. قالت يا ستي إن أول حاجة المضاف إليه، في حاجة عندنا اسمها مضاف ومضاف إليه، وقالت إن المضاف إليه ده بيجي إزاي؟ بيجي اسم زائد ضمير، في اسم زائد ضمير، زي أقول مثلا مدرسة واكتب فيها ها، مدرسة ته، يبقى مدرسة والها، الها دي بنعربها إيه؟ بنعربها ايه وبنعربها ازاي؟ أنا هقولك يا ستي، بنعرب الهاء دي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. تاني ممكن تقولها تاني، قولها تاني. ماشي يا ستي، هعيدلك تاني عشان خاطرك. اسم زائد ضمير، يبقى الضمير ده ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. معلش مرة كمان بقى عشان يعني أثبت المعلومة مرة كمان عشان أدخلها في دماغي. حاضر. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أي كلمة زائد ضمير يبقى بنعرف الضمير ده إيه؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. كمان مرة يلا، أقول معاكي. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، ندخلها في دماغي. ماشي يا ستي، هعيدلك تاني عشان خاطرك. اسم زائد ضمير، يبقى الضمير ده ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. دي بقى ثابتة ولا يعني ممكن تتغير مع الوقت عادي كده؟ لا يا ستي، دي ثابتة معاك طول ما انت بتتعلمي، ده قواعد نحوية ثابتة، زي قاعدة اسم الإشارة اللي معاها ألف ولام واللي معاهاش ألف ولام اللي هتلاقوها في صندوق الوصف. تمام، أنا كده بقى فهمت خلاص، كده فهمت. نبقى خلصنا تاني فيديو من التأسيس مع مس إيمان.